تليفون يا ستي هاني. ليا انا؟ ايوه. الو؟ ايوه انا. ايه ده؟ حاضر حاضر. طيب طيب. بونجور قبل بونجور مجاهد بيه. أفندم. اسأليه. مانيش فاهم وأنا في عز الدرس التليفون. تعالي حالا أمر مهم. أفوت الدرس واجي بابا يقول لي اسألي البيه والبيه ما بيتكلمش. ما تتكلم يا أخي. مش عارف أتكلم. أنا مرتبك جدا يا سعادة الباشا. يعني بدك أنا اللي أتكلم؟ طيب. اسمعي يا نادية. خطيبك وبابا راخر مرتبك مش قادر يتكلم. يعني بدوك أنا اللي أتكلم؟ فليكن. أديني اتكلمت. مش ده موضوع الكلام؟ مش البيه مكلف خاطره بالمجية عشان يقول لي أنا بعد البحث والاختبار اتضح لي إنك غير جديرة بأن تكوني عروستي؟ غير جديرة؟ نادية أنا بس من فضلك. شيء محزن. بالذمة مش شيء محزن. المحزن مش فسخ خطبتنا، المحزن خطبتنا نفسها. ازاي احنا كنا مخطوبين لبعض؟ واحدة تقضي نهارها تتعلم مزيكا وتقضي ليلها في السينما. ازاي يجي منها زوجة جديرة واحد جد أستاذ علم الحشرات مش عارفة الكلية دي؟ لا يا نادية هانم، لا مش ده وجه الخلاف أبدا. المزيكا والسينما صحيح أنا ودني ما ترتاحش للمزيكا، لكن ما أقدرش أنكر فضلها. الحشرات اللي أنا بدرسها كثيرا ما نحتال على ترويضها بأنغام الموسيقى. والسينما مين يقدر يعيب على السينما؟ أنا أغلب محاضراتي بشرحها بالسينما. حياة الحشرة، إزاي الحشرة تتكون. حضرتك بتبتسمي في كلامي شيء يضحك؟ أبدا، بس زي ما أنت عارف بعد ساعات أجي أعيط أضحك. لكن أنا مبسوطة جدا من كلامك ده، لأنه في شرح المسائل كتيرة كان بابا يسألني فيها وما أقدرش أجاوبه عنها. زي إيه؟ مثلا دايما يسألني إيه اللي بينرفزك من مجاهد بيه؟ وهل في حاجة بتنرفزك؟ أنا في حاجة تنرفز؟ يا آنسة أنا بلقي محاضراتي على 300-400 طالب وطالبة. أنا مش فاهم إيه لزوم الكلام ده كله. حضرتك تقدمت لخطبة بنتنا، قلنا أهلا وسهلا. ما حصلش تفاهم بينك وبينها، خلاص انتهينا. يا باشا مش أنا المسؤول. أظن أنا. مؤكد أنت. أنا حاولت أثر عليكي، حاولت أجعلك صورة طبق الأصل مني. حاولت أفهمك إن الشاي يحوي مادة التايين، وإن التايين سام زي الكافيين اللي في القهوة، وإن السم اللي فيه لا يخفف أثره غير السكر. حاولت أقول لك لا بأس من شرب الشاي، لكن مع كثير جدا من السكر، وحضرتك مصممة حتة السكر قد كده على فنجان قد كده. أنا هعيط أهو. في الألوان يا سعادة الباشا، مين يقول إن اللون الأحمر الزاهي لون غير نقي؟ اللون الأحمر اللي الديك الرومي لما يشوفه ينفش، اللون الأحمر اللي يتخذوه وسيلة لمصارعة التيران، هي فضل عليه لون البامبا المسكر أو الكناريا البهتان. مين يقول؟ يعني عايز تبرهن لي إن أنا سخيفة؟ متأسف جدا يا آنسة، ما قصدتش والله، والله ما قصدت.
انا قلبي بيتقطع. صحيح؟ إذا فاعلمي يا نادية أن موقفنا هذا مش موقف وداع، لا، تقدري تقولي أجازة. إحنا الاثنين في أجازة صيفية وإن شاء الله. مجاهد بيه، كفاية بقى. حسنا، احتراماتي احتراماتي. مجاهد بيه، حضرتك نسيت الخاتم. هداياك. لكن ليه؟ ما قلنا احنا الاثنين. مجاهد بيه، حسنا، اتفضل. اوروفوار. الوداع. أعوذ بالله، أنا مش فاهم إزاي كنت طايقة السخيف ده. ايه هديتك؟ والبنت المهذبة لازم تقبل الهدية اللي يقدمها لها بابا. ملاك، لا 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 لا، بابا لما يهديكي تاني مرة مش هيختار الهدية لوحده. أيوة. معذرة يا سعادة الباشا، الآنسة برجلتكينا عقلنا احنا الاثنين. أنا ما جاش على بالي أبدا أفسخ الخطبة أو أسترد الهدايا أو أي شيء من ده. أنا جيت النهاردة أبدي بعض ملاحظات وقلت لسعادتك كده، دورت الموضوع وخلت سعادتك تظن، بل خلتني أنا نفسي أقتنع بإني جاي أفسخ. أنا ما يمكنش أفسخ خطبة، أنا خطيبها وسأظل خطيبها. بالأمر؟ لا، بالالتماس. التمس من سعادة الباشا دقيقتين اتنين انفرد فيهم بالآنسة. تنفرد؟ أنا أحبك، مدهش. أعبدك. انت؟ أيوة، انت اللي كنت تقول مفيش في الدول حب، انت تتكلم في الحب؟ أيوة، وما كنتش أعرف الحب. ده كتير قوي يا مجاهد بيه. بقى حضرتك اللي لما تخش الفصل جميع الطلبة يقوموا لك واقفين تركع لي انا دي؟ الحب خلاني تلميذ خاضع مطيع، واموري كده بفنجان شاي كبير وعيد سكر واحده وانا اشربه لك على طول، وبرهن لك ان بقيت صوره طبق الاصل منك. جرافته حمراء اهي بايدك، اديني ايدك، لازم تديني ايدك. البسها الخاتم، خاتم الخطبه، خاتم الحب. مجاهد بيه، والدقيقتين اللي استأذنت فيهم بابا طاروا كمان. أنا فهمت خالص. الوداع. الو. ايوه انا. اسمع، نتغدى سوا النهارده. قلت لك نتغدى مش نتعشى. لا ما اقدرش استنى العشاء، عندي كلام كتير، اخبار ساره جدا. استاذ الحشرات انزاح خلاص. لكن طار كده من غير فليت ولا دوابرغيت ولا حاجة. سبحان الله، أنا كنت أقرأ كده ده لله في لله. لكن شفت إزاي عيني عمرها ما تكتب؟ بتلفت من ساعة ما صحيت من النوم. لا 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 لا، أنا مجربها. حاضر 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 حاضر، ما قلنا حاضر. سبحان الله في طبع حضرتك.
1239. بلغنا المصطفى فريد خليل عيان. كم من فضلك؟ 12 جنيه. أفندم. ستمية وتسعين، 384، 397. يا بيه اوه حبيبي. نعم. أنا كنت طلبت من سعادتك ساعتين أجازة عشان أنهي العزال. انا مبسوط منك جدا، مبسوط منك جدا. شكر يا بيه. الساعة بقت 11، تسمح سعادتك؟ مبسوط منك جدا، مبسوط منك جدا. تسمح سعادتك أخرج دلوقتي؟ جدا جدا، اسمع جدا. شكر قوي. اسمع، اني في عفشك من العيال. أيوه يا فندم. حاسب عليهم الكسر، اوعى اقف على ايدين العربجيه. انا مره واحد عربجي كسر لي معي، تعرف عملت فيه ايه؟ بعدين احكي لك. يا إبراهيم قول لهم يطلعوا العفش. حاضر يا بيه. مبروك يا سعاده البيت. كتر خيرك. تعالى تعالى. ربنا يخليك. إيه ده؟ ده لازم البنت المجنونة. يا سلام على الناس دول.
جدع. يا ابراهيم فين العود؟ ايوه يا بيه، واخد بالي منه قوي. هاتوا اوامر. انزل يا عم انزل. ايوه هنا. انزل. الله. وبعدين بقى؟ ايه رمي الطوب ده؟ هي الناس تستقبل الجار الجديد بالشكل ده؟ العود اهو يا بيه. طيب ها. ان شاء الله يكون ده اخر مشوار للخياطه المسكينه. مش لازم يا بابا، اجرب قبل واختار اللي يوافقني. ما جربتي واخترتي. وماما انت عارف انا ما لبست الا الفستان اللي يجي على مزاج ماما. حاجه لطيفه انت وماما بتاعتك، تختاروا الشيء اللي يجي على مزاجكم وبابا يقف يتفرج ويكتف ايديه كده. بالعكس، ده يحط ايديه في جيوبه كده ويدفع. ماما جت. ماما. عيون ماما. اسمع يا سي ماما، حضرتك تحط ايدك في جيبك. لا 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 لا، انا حفل دراعاتي 2 واخدك بالحضن. انا مبسوط جدا النهارده، كل واحد قبله اخده بالحضن. صحيح صحيح الكلام ده. الحشرات انزعت عنا خلاص. لحقتي تقولي له بالتليفون في ساعتها. وما كنتيش قادره تستني؟ ماما بابا بيغير منك. ايوه، حاكم له فيكي اكثر مني. دي بنتي انا مربيها على ايدي الاثنين دول، ولا حبيتش معاها حد تاني ابدا، لكن انت حبيت عليها. احب عليها؟ طبعا كنت بتحب امها. ومع انها كانت اختي، فمن يوم ما اتوجدت ناديه في الدنيا خلاص نسيت اختي ونسيت كل شيء، اصبحت الدنيا كلها ناديه. فتنا لك البيعه يا سي شاكر. اولا بطلت شاكر دي. شاكر بيه ولا هو ايه؟ لا مؤاخذه. ثانيا احب انك تفهم عباره مهمه جدا. لما بتاع الحشرات اللي اسمه مجاهد ده حب يخطب بنتنا، البنت ما كانتش راضيه بيه ابدا. ولما سالتني وقالت لي ايه العمل يا ماما، قلت لها ايه؟ الشورى شورى بابا، واحنا يا ولايا ملناش الا الطاعه والامتثال. لكن اسمع، من هنا ورايح ماما وبنتها لهم الراي الاول في اختيار العريس، فهمني؟ فاهمك يا سيدي. اهو كده. ماما تعالى اوريك الفستان الجديد. خليها في الكنكه ما تفرغهاش. ساده مش كده؟ ايوه يا سعاده الباشا. عاد روح انت روح. بقالك كم يوم في الشقه دي؟ امبارح بس. شقه كويسه، انا عرفتها على طول بالعنوان اللي بعتهولي. وسبت لكها ليه؟ كانت غالية يا بابا. بكام؟ 5 جنيه. ودي 3.5. يا سلام، بقى تعزل وتكركب عشان توفر جنيه ونص. اعمل ايه يا بابا؟ الميزانية مخسعة شوية، والشقة دي احسن كمان، حتة كويسة وهادية. طيب ما نديلك قرشين؟ لا متشكر. ولو بصفة سلفة. يا بابا دي خطة رسمناها سوا وانا بنفذها بكل ارتياح. ايوه يعني، لكن ما تضيقهاش على روحك قوي كده. اذا كانت ماهيتي 15 جنيه كلها مش لازم اعيش فيها؟ وهو البركة فيك، دفعات للملابس، وقت البلد ما بتتقطعش. يعني مبسوط انت كده؟ مبسوط قوي. طيب واخرتي؟ افضل كده لحد ما اتمرن على الحياة. معاك حق يا معاك حق. انا كمان ربيت نفسي كده. ابويا الله يرحمه عودني اعتمد على نفسي. امال هنعمل زي ولاد الزواج بتوع اليوم اللي الواحد منهم ما يعرفش يشتري الروح بدلي؟ لا، الشغل شغل، الشهادات من غير مرجله ما تسواش بصله. بتبص في الساعه ليه؟ بس فاضل ربع ساعة. ايه، وازاي شغلك في البنك؟ عال. الحمد لله. طيب يا ابني ما تاخد قرشين ينفعوك. متشكر يا بابا. على الاقل عشوة البارح وفطورة النهارده خبطتين في الراس توجع. كله من خيرك. ولا عملت حاجة انت راضي تاخد حاجة من ابوك؟ يا اخي نهايته اهو كله لكم. انا مرجع من البنك الساعة 1 تقريبا، مش هلاقيك هنا؟
استاذن انا بقى. الله يفتح عليك يا ابني ويزيدك عقل وكمال. ما قلتليش البيت اللي خدته كويس؟ كويس جدا، انما يا فندم كله طالب. انما ايه؟ تصور اني ما اقدرش افتح شباك. ايه برد؟ لا طوب. طوب ايه؟ طوب نازل عليا من السقف. سقف من الشبابيك، من الجيران. 1049 1063 1037. لكن بالذمه تقول لي مين اللي بيحدفك بالطوب؟ بقول لك الجيران. وايه المناسبه؟ اسالهم وما سالتهمش انت ليه؟ ايه اللي جابها هنا؟ مين دي اللي حدفتني بالطوب؟ فين شاكر بيه؟ عن سعادة المدير. دي لازم جايه تسال عني عشان تعتذر لي. ايوه يا فندم، انا هو اللي خطوه عزيزه جدا كونك كلفت خطك. صحيح 5 طوبات، واحده منهم كسرت الازاز والثانيه كانت هتكسر لي النضاره، لكن مش معقول ان حضرتك كنت قصدك. حاجه مدهشه، دي اسمها اهانه. امال جايه هنا ليه؟ بقى تحدفوا الناس بالطوب ولا تعتذروش؟ ما انا اقدر اجيب عربيتين 3 دبش واحدفكم بيه، بس انا مش مجنون. وصحيح ما غلطش البواب اللي قال عليكم مجانين. تسيبني واقفه لوحدي يهنوني ويشتموني؟ لازم تعاقبوه، لازم ترفدوه. تعالى بقى يا شيخ تعالى. قلت لك موظف عندكم قاعد يقول لي يا اللي بتحدفي بالطوب يا مجنونه، شغل مجانين. مين ده؟ تعالوا دي. ما اقدرش اشوف وشه تاني ابدا. بس روق دمك بقى. ما انتهت بقى. ايه اللي جرى يا حسين يا فندم؟ كده هناك عندك اتفضل يا عم. انت يا فتح فندي، انت اللي كنت اقول عليك انك انت مثال الموظف الجنتلمان. انت اللي كنت دايما افتخر بيك ووضعك في جاكيت زي الورده. انت تتسبب في كونهم يتهموني بطيبه القلب. مين يكسر يقول اني انا طيب القلب؟ مين؟ يا فتح فندي خلي عينك وسع كده. شاكر بيه مش طيب القلب، شاكر بيه رجل شديد، شاكر بيه رجل قاسي، شاكر بيه. شاكر يا فندي. شوف ده عاوز ايه؟ شاكر بيه. ايوه في حاجه المدير عاوز. انا حوريك شدتي وحزمي، هوقع عليك اكبر عقاب. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تيجي المصائب إلا من حبايب. لكن في ايه يا سعاده البيت؟ احنا زعلنا سعادتك في حاجه؟ حكايه الطوب. لا طوب ايه؟ امال ازاي سعادتك هتفوتنا تاني يوم ما تسكت؟ انا منقول. ان كان على الطوب بقول لك اتنقلت، نقلوني بني سويف. طوب ايه وبتاعي؟ تعال اجي ازاي؟ بنت مجنونه زي دي زعل سعادتك وتحدفك بالطوب؟ اعمل معروف، سيبني من حكايه الطوب واللي بيحدفوا الطوب. اديني فايت لهم البلد كلها. ظبطت
عليك يا بنت العفريت. ايوه هي دي يا عم درويش. وكمان بتطلعي لسانك. طب والله لا انا قايل لابوك. شوف عشان سعاده البيت كان حاسبها علينا بني ادمه. دي واحده مجنونه. انا مش فاهم. بدك تقول البنت دي اللي بتحدفنا بالطوب؟ ايوه هي يا سعاده البيت. شايف الطوبه في ايدها ازاي؟ بقى البنت دي اللي حدفتني امبارح بالطوب؟ ايوه هي يا بيه. يا نهار. عم درويش اسمع يا عم درويش، البلكونه دي بتاعت مين؟ ده بيت طاهر باشا. بيت طاهر باشا؟ ايوه ده ظهر البيت، لكن باب السرايا من الشارع الكبير. انا راجع بعد 5 دقايق. اسمعي مش هنقدر نسافر. مش هنقدر نسافر ليه؟ الميعاد اللي كنت طلبته من الوزير اتحدد النهارده الساعة 5، وطبعا ما اقدرش اتأخر عنه. وبعدين؟ ما تسافر انت، وهي دادتك سبقتك على هناك، والحكاية كلها ليلة واحدة. مش على كده. امال على ايه؟ بعدين ما يعجبكش ترتيبي وتقول لي كان يومين. يا ستي انا راضي باللي تعمليه كله. ورا الاوتومبيل ده. يا هانم اصفحي عن جرأتي إذا كلمتك بدون سابق معرفة. أنا كل قصدي أنا أعذر حضرتك على المعاملة دي. أعترف إني أستحق وأرجو تسمعيني. هي جرأة مني صحيح، لكن كل قصدي الاستغفار. تذاكر؟ أنا حتى ما قطعتش تذكرة. ما لحقتش أقطع تذكرة. حضرتك رايح فين؟ رايح فين؟
مش عارف القطر ده رايح اسكندريه؟ ايوه. نروح اسكندريه. متشكر. لحظة واحدة. والله ما كنت عارف ان القطر ماشي الا لما الكمساري دخل. انا في الواقع يا هانم مش عارف اقول ايه، خصوصا ان حضرتك ما بتدينيش الفرصه بالمره وكانك مش سامعاني. اكرر مره تانية اني استحق، لكن الانسان ابن الخطا، ولولا كده ما كانش الزمن اسعدني بالفرصه دي. برضه مش بتردي؟ معلش، انا هفرض انك سامعاني واشرح لك اصل سوء التفاهم. درجة أولى إزاي؟ واحد عنده زكام ومش بيتكون انفلونزا والشبابيك مقفولة، وطول ما هو عايز هاتشي بقول له اعمل معروف، افتح الشباك بيقول لي لا عندي زكام، تكون عندك زكام لازم تفتح الشباك، ولا تخلي كل الناس عنده زكام وياك. أنا واحدة هتعدي عوامك، مرة قريت في جورنال عن حاسبة جالي حاسبة سواد. المدمزيل ويا المسيو مش كده؟ ما بش... يا فراش. المدهش انك ما ضحكتيش حتى على الست دي. هروح مطرح ما تروحي ان شاء الله للقطب الشمالي. طبعا الهانم تعرف اني عوقبت بسببها ونقلت لبني سويف. انا ما تهمنيش بني سويف، ما تهمنيش الواحات. لو ودوني في الصحراء اكون سعيد، يكفيني شعوري بانك صفحت عني. انا مش فاهم الهانم ليه ما بتردش. دي كلمة واحدة تساعديني بيها. قوليها بأي شكل، قوليها من غير صوت، قوليها من غير ما تقوليها.
اشكرك جدا. ميل ميرسي. ازاي انت هنا؟ تعرفي ليه انا بشكرك؟ لانك ما كلمتنيش في القطر، والا كانت ضاعت عليا الفرصه السعيده دي. انا مندهشه، ازاي تنسى نفسك وتيجي لحد هنا؟ انا ما جيت، انا واقف هنا بقالي اكتر من ساعه، وحضرتك اللي جيتي وغنيتي لي. انا ما اعرفش انك هنا. شوفي انا مسعد قد ايه، كان كل منايا اني اسمع كلمه واحده، ولو تكون شتيمه صغيره. يعني عايزني اشتمك؟ ايوه. تقيل. بس كده؟ من فضلك سيبني. ما تنسيش اني قلت لك اني هتبعك حتى للقطب الشمالي. شيء بارد. يا اخي انا ما اعرفكش. اقدم لك نفسي، انا محمد فتحي، ما يهمنيش ووظيفتي عارفه حته صراف بسيط، كان اولى بيه انه يوفر ثمن التذكره اللي خدت منه نص ماهيته. موظف بسيط هتبقى ايه؟ وهو عيب الواحد يشتغل ويكسب من عرق جبينه؟ الفقر مش عيب. لا مش عيب، انما سيب. يعني لازم ده لك العسكري؟ انده. الحمد لله ضحكت، انا هطير من الفرح. اتفضلي. ميرسي. انت زعلتي؟ متاسف. المنديل اهو، اتفضلي. وبعدين من فضلك هات المنديل. لا. من فضلك. لا. ارجوك. لا. واخرتها معاك. قولي لي انا صفحت عنك، اديك المنديل وتاني راجع مصر على طول. مش اي. وانا مش مسافر. بتشخطي فيا؟ انا هزعل اهو. البحر قدام. يعني اغرق نفسي؟ لا تشرب منه. ضروري قلبك عليا. على المنديل. برضو كده؟ يعني المنديل اعز مني؟ اي. امبارح. لمين؟ لخالي. خالك؟ انت ما تعرفش ان شكل بيه يبقى خالي؟ قابلتيه في اسكندريه؟ لا كلمته بالتليفون وحكيت له حكايته. حكايه ايه؟ اللي حصل بينا. كل اللي حصل؟ لا مش كل اللي حصل. امال حكيتي له ايه؟ على سوء التفاهم، وترجيته يصلح مسألة نقلك لبني سويف. ويهمك اني ما اتنقلش؟ لاني مش عايزة اكون السبب. لكن انا عايز اتنقل، عشان ما تفتكريش اني جيت وراكي لاجل ما تتوسطي في عدم نقلي. في الواقع انا جيت البيت علشان اقدم اعتذاري بس، وتابعتك من غير ما اشعر. ولما سافرنا سوا حصل ايه؟ حصل اني شعرت شعرت بايه؟ بالخوف. من ايه؟ منك. سيبني. قربنا نوصل، مش هنشوف بعض في مصر؟ ما ظنش. لكن احنا خلقنا لبعض. احنا لازم ننتهي. من ايه؟ من اللي ابتدأنا فيه. ايه السبب؟ خايفة من كلام الناس. وهو اللي يحب يسأل؟ طبعا. لك حق.
انت زعلت؟ لا ابدا، امال هتخرج ليه؟ لاني عارف انك هتندهيني تاني. 1123 1137 1134. لازم كفرتك امبارح. الزغطة والله كنا كلنا في سيرتك. ما انا عارف قلبكم فيه الخير. لسه ما جاتش يا هاني، استنى شويه. اهلا. طيب جنبي يا سيدي. يظهر الكام يوم اجازه دولنا عن الشوك. مبسوط يا فتح فندي؟ مبسوط قوي يا سعاده البيه. انا كمان. والله كلنا انبسطنا يا بيه. طيب شوف شغلك شوف شغلك شوف شغلك. قمر، انت مش ملاحظ كده يا باشا ان بنتنا الليله قمر؟ وقبل الليله ما كانتش قمر؟ لا، جدت عليها حلاوه جنس تاني. انا شايفها الليله حاجه تانيه. والله باين انت اللي حاجه تانيه. يصح، انا كل شيء قدامي شايفه حلو. ايه بتحب؟ اوعى تكون بتحب يا ماما. مش عاوزين الحق، انا بحب. ولا كنتش اعرف الا لما حصلت العباره دي. واكد لكم امبارح طول النهار وانا متعكن اقول في عقلي بالي ازاي دي تحصل مني، لحد ما كلمتيني حضرتك من اسكندريه في نص الليل وقلت لي طوب ومش طوب. طوب ايه؟ كلام حاجه صان. انا فهمت حاجه من اللي قالته. انا قمت مفزوع من النوم. حضرتك بتضحكي دلوقتي؟ انا لما عرفت اني غلطانه على طول. انتوا بتحكوا على مين؟ عالم محمد فتحي، الموظف عندها في البنك. كانت هتوديه شربة ميه مسكين. العباره كلها كانت سوء تفاهم ده شاب هادي وديع رزين مطيع حسيب من الدرجة الأولى، كيفيست ملوش مثيل، يكتب 160 كلمة في الدقيقة. لما يكون عندي شغل مستعجل يا فتح فندي خلص دول الأعراب. حاضر يا فندم. وفي مسافة المدح ده بدل ما تقوله لنا احنا قول للمدير عشان يرقيه. نكتة، المدير يثق فيه جدا، يحبه، ومع ذلك يعامله معاملة المربي للطفل الصغير، لا يغتفر له أي خطأ، ده إذا أخطأ، ودايما يخلي الدور يفوت بالترقية. ولما أحتاج يقول لي مدام صاحب الشأن راضي بكده. وصحيح راضي بكده؟ راضي جدا. لازم غني. على العكس، باين من أحواله وسيره إنه مش غني. صحيح يلبس كويس جدا، ولكن يظهر إنه ما عندوش ثروة شخصية. تلعب دور شطرنج. ثم راجل، راجل في كل شيء، يحافظ على كرامته ويحترم نفسه جدا. تلعب دور شطرنج. ده عليه ربطة كرافطة. والله لولا ما كسب لكنت طلبت منه انه يعلمها لي. ترى مع مين؟ مع اللي غلبك امبارح. انت غلبتني يا نادية. نادية هي راحت فين؟ يا قلبي يا قلبي مالك كده حيران، حيرت أفكاري وياك، فضلت خالي
وتشوف خياله طول الليل، تفضل تفكر فيه وحده وتشوف خياله طول الليل. اوعى يا قلبي تلين لهواه وترضى بالتعذيب وتميل. ده كل من سلم قلبه يقضي طول العمر ذليل. ولما قالوا لي ان الباشا خرج وان حضرتك مشغوله كان التصرف الطبيعي اني انسحب، لكن قلبي قال لي لا، انت جاي تقابلها لازم تقابلها. بقالي ساعه وانا منتظرك واكتر من شهر ما شفتكيش. تعرفي عملت ايه في المده دي؟ حذري. فاكره المزيكات اللي ساكن قصادي واشتكيت لك من انه بيقلقني من النوم بمزيكته؟ دلوقتي من اعز اصحابي، بيديني درس في النايم. والسينما بحضرها بمعدل 7 مرات في الاسبوع، حتى عرفتهم كلهم: جورج فور، كلارك جابل، كاترين هيبورن وميكي ماوس. والرقص بقيت فيه استاذ. شوفي انا بقيت حاجه تانية دلوقتي، وكل واحد يكلمني في الحشرات افتكره، لان حبي لك غلب كل حبي للحشرات. شوفي الرقصه دي اسمها دوبل فوكس. 1 1 2 1 2. الو فتحي. دايما فتحي. نادية، أنا مسافر بكرة، ممكن نشوف بعض الليلة؟ مسافر بكره؟ لا، ده أنا هرجع في يوميها. ممكن أشوفك الليلة؟ الليله صعب. طب لما أرجع نتقابل. مع السلامه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل. حضرتك بتشوف مقالب يعني؟ لا جواب ولا تلغراف. بس كان وقتي ضيق. ضيق ازاي يعني؟ محدش يقابلك على المحطة؟ محدش يجهز الدبايح؟ لزومه إيه؟ أنا ما فيش كلام تاني يا شيخ علي. ده انت خيرك علينا يا اخي. يا شيخ علي جهز الدبايح، خلي الطباخ يذبح حجه وثلاث خرفان. استنى يا عم علي، أنا لازم أرجع مصر النهاردة، يعني يا دوب كلمتين أقولهم لك وأرجع. خير. والدبايح دي وقت تاني. ايه روح يا شيخ علي روح. طبعا ما فيش لزوم للمقدمات. أنا جاي أستأذنك، فكرت أتجوز. تتجوز؟ أيوه طبعا. يمكن ده يلخبط البروجرام بتاعنا. بروجرام ايه؟ يعني مش هقدر أعيش من ماهيتي، ويمكن ده ما يعجبكش. ازاي يا ابني؟ هو ايه اللي ما يعجبنيش؟ انا لي حاجه، دي ثروتك وثروه اخواتك، واحنا كان غرضنا ايه يعني من شغلك؟ مش انك تتعود الاعتماد على نفسك وتعيش من عرق جبينك؟ ادي انت تعودت كفايه قوي وتمرنت وبقيت عال. يلا يلا يا عم خلينا نفرح بك، يلا اتجوز وكمل نص دينك. ده انا اتجوزت اصغر منك ب10 سنين. وايدك يا اخويا بقى استلم ثروتك وثروه اخواتك، خلينا ارتاح بقى، انا بقيت راجل كباره. متشكر قوي. ودي مين يا ترى دي اللي كربستك؟ لا مفيش كربسه ولا. بقى ما كنتش اتكربست كنت جيت تجري وعايز ترجع تجري؟ لا بس الشغل. مين هي بالذمه؟
قول لي يمكن ما تعجبهاش عيشتنا في الريف. مش عارف اذا كنت تعرفه، بنت محمد باشا طاهر. محمد باشا طاهر اللي كان مدير في الدومين؟ ايوه. ونعم واكرم. انا اعرف الراجل ده من صغره، ذمته زي البنور. اسمه طاهر تأمرك. اجي معاك الليله نكتبه الكتاب ونعلو الجواب؟ لا يا بابا مش بالسرعه دي. ما انا شايفك في الحكايات كبريت. بقى هما هي يعني ما تعرفش عني اكتر من اني موظف بسيط. الله، بقى ما تعرفش اصلك وفصلك؟ لا، وده اللي انا عاوزه. ايه قلت لي؟ معلش، من غاب اصله دلايل نسبته وفعله. ذبحته؟ حصل يا سعادة الباشا يتم عزك. اذبحوا كمان 3 عجول وثمن خرفان خد اهل البلد يعيدوا النهارده. بابا ارجوك ما تجيبش سيره لحد ولا حتى لاخواتي. انا مش هفاتحها في الجواز لحد ما اتاكد من حبها، لان مش عاوز الاشاعه تنتشر ويبلغها ان ابنك، لانها معتقده اني فقير وعاوزها تعتقد كده، ولازم تحبني وتتجوزني وانا كده. ماشي كلامك على شرط تقعد معانا النهارده. ايه دي؟ برتقال لسعادة البيه، كل سنة وانتم طيبين. الأوان يا الله يا
تعالي بين أحضاني. خير 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 خير. ده القهوة خير. أراهنك النهارده هنسمع حاجة حلوة. اسمعكم انا حاجه حلوه. اسم الله عليها اسم الله عليها عروسة. سمعي. هي حلوه من بقي انا، مش عارفه هيكون طعمها ايه في بقكم انت. لازم حلوة، وما دام من بقك أشهد. تليفون يا سعادة الباشا. قولي لي أنا. ايوه انا رايحه اقول لماما. أيوه. إيه مبسوطة مني؟ طيب أخبي وشي وتقولي لي؟ ايوه. طيب. قولي بقى. تقول ايه؟ سبحان الله في طبع حضرتك. جيت ليه دلوقتي؟ راحة فين؟ طالعه اوضتي. طيب وهو كذلك. أنا هجيلك حالا. شوكولاتاية واحدة. لا. واحدة. لا يعني لا. وثلاث مرات لا يعني ايوه. ارجوك ما تتعبش نفسك. تسيبني ارن طول المدة دي ولا تسالش عني؟ تعزل من بيت لبيت ولا تقوليش؟ جاي حضرتك دلوقتي تصالحني بحته شوكولاته. بلاش شوكولاتة. بوسة. هاتي بوسة. طوعيني هاتي بوسة.
لا. والله لا خد بوسه. احرق. ما يهونش عليك. فتحي ايدي. اخصى عليك. متاسف. $4 جنيه بس. تاخد يا عنا. اما امرك عجيب، بابا ما تاخدش منه، فهمناها. طب وانا اختك ما تاخدش مني؟ لا. ما تاخدش من اختك حبيبتك؟ والله ازعل منك وعمري ما اكلمك. لا لا لا، اعملي معروف، انا ما اقدرش على ذلك. انا ليا كام اخت غيرك يا ست تهام. ايوه كده. والنبي لسه ايدي بتوجعني. ما بوسناها وخلاص. بصها كمان مرة. لا. تندم. على ايه؟ جايبه لك حاجة حلوة. صحيح؟ فستاني. 16 جنيه كعوهم جودي. امال انا عبيطة زيك؟ يبقى ابويا غني واحرم نفسي من كل شيء. انا يا اخويا من جهتي ما برحموش، والراجل ربنا يخليه ما بيتاخرش عني في حاجه ابدا. يا نادية، أنا ماما. بلاش دلوقتي يا خالي، انا تعبانه شويه. طيب نأجلها لبعدين. انا مش عارف قد ايه اشكرك. خلي الشكر لغايه ما تيجي ناديه. يا ترى اتاخرت ليه؟ زمنها جايه. يا ما نفسي اقابلها واعرف ايه اللي جرى مني. فكرك لو حطينا نقطتين جن وعصرنا عليهم ليمونه وكسرنا فوقهم بيض وحطينا شويه من الازازه دي وضربناهم في بعض يطلعوا برضه كوكتيل. تعمل لي واحد كده وسميه كوكتيل مجاهد. اهلا شريفه هانم. اهلا. النبي بقالنا نص ساعه بندور على البيت. ما هي بيوت جردنتيتي تتوه اللي ما يتوهش.
تاخد الكاس ده يا فتحي؟ انت عارفه انا ما اشربش ابدا. خلصت كوكتيل مجاهد معالي يا بيه. اهلا وسهلا. اتأخرتي ليه؟ كنت عايزة اجي الساعة 8 انما ما امكنش، معلش. ها؟ كده برضه. نادية برضه كده كل المدة دي ما شفتيش. ازاي انت هنا؟ انا هنا عشان اعرف ايه اللي مزعلك مني. كنا كل يوم نشوف بعض من البلكون، دلوقتي البلكون دايما مقفول. كنا كل يوم نكلم بعض بالتليفون، دلوقتي اطلبك ما اسمعش صوتك يرد عليا. ذنبي ايه؟ كفاية لعب عليا، شوف غيري يقول له الكلام ده. انا هنا. بونسوار مجاهد. شريفة هانم ما قالتليش، انما قلبي قال لي انك جاية ولازم جاية. انا سعيد جدا. تصدقي اني انا زينة الحفلة بتاعت الليلة؟ محسن بيه صديقي هو اللي عزمني. قبلت المرة دي. لكن انت عملتي ثورة في نفسك، احدثتي انقلاب. انا بقيت واحد تاني. ربنا خدني وجاب غيري. انا ريقي نشف. اديني حاجة على ذوقك انت. كونياك ورا ويسكي يعملوا كوكتيل على طول. حضرتك باين زعلان. مين زعلك؟ مش لازم حد يزعل الليلة ابدا. اسمح لي قبل اقدم لك نفسي. مجاهد عبد الرحمن مجاهد. انا ارتست، اعرف مزيكا ودانس وسينما، اعرفهم كلهم. عن اذن البيت انا حرقص. قاعد لوحدك كده ليه؟ لازم بيحب. تعال قول لنا ايه اللي في قلبك. ما اقدرش. وحياتي قاعدة غنوة واحدة. مش قادر. قلنا اسمعوا، فتحي هيقول لنا حاجة. عايزين نغني؟ في شخص هنا ما حبش يسمعك. هو مين اللي هو عارف نفسه، لازم يخرج. نادية أرجوكي.
اغني. حلمي وصحيت منه لقيتني هايم في بحر الشوحدي. حبيت ظالم حبيت ظالم يا ريته كان هناني، ضيع ودي وصنت بين أجفاني، هجر فؤادي وكان مرادي يصون ودادي. كذب ظني
والله يا قلبي. انت تستاهلش، انت صفر، انت ولا حاجه. طيب وبتقول طيب كمان؟ امال اقول لك ايه؟ حضرتك بقالك نص ساعه عمال. معلوم مش خطيبتي؟ ناديه خطيبتك؟ ناديه هانم من فضلك ارجوك توطي حسك. حضرتك عاوز تعلمني الادب؟ انت تعلمني الادب؟ كنت علمه روحك امبارح. حد يهين ست بالشكل ده؟ انا لولا حشوني كنت هشمتك حطمتك. وعاوز ايه دلوقتي؟ عاوز نتخانق، لازم تخانقني. استني ايه؟ ما ترد عليا. هني زي ما هنتها وانا اوفر على خدامك تنظيف الاوضه دي، امسح بك الارض سوينج واحد وعليك السلام. مش كفايه بقى؟ لا انا جاي اتخانق ولازم اتخانق. طيب انا مندهشه، ازاي تسمحوا لنفسكم تجيبوا سيرتي؟ ازاي تذكروا اسمي بالصوت العالي ده؟ كل الناس سمعتكم. بأدبه بربيه. ازاي يهينك امبارح؟ من فضلك. على فرض انه هاني، وانت مالك؟ احتراماتي. متأسف، متألم جدا من اللي حصل امبارح. يظهر اني شربت، ثم اهانتك ليا. انا غلطت ولذلك اعتذر. انا مش منتظر اعتذار منك، ثم لازم تفهم مش انت اللي غلطان، انا اللي غلطانه اللي صدقت واحد زيك. كان طيش مني، ظنيت انك فنان وان الفن رفع روحك ونفسك، والحقيقه ان وجود العود عندك حرام، يتكسر ويتدغدغ احسن ما تلمسه ايدك. الظلم ده كان ليه هو انت ذنبك ايه؟ هو انت ذنبك ايه؟ فين صوتك الحلو والرنان يخفف الاشجان عني؟ انت السمير بين الخلان ارتاح معاك
عدمت ظهره عدمت ظهره عدمت ظهره الجميل فين صوتك الحلو الرنان يخفف الأشجان عني انت السمير بين الخلان يرتاح معاك بالي وغني. مين دي اللي كانت هنا؟ هي اللي كسرت العقدة؟ فتحي، اقدر اعرف ايه اللي حصل؟ سيبيني دلوقتي. انت بتعيطي؟ بس يا روحي بس قولي انت بتعيطي ليه؟ ها؟ انا مش مامتك؟ ايوه، انا راح اقول لك كل حاجة. عندك في البنك. مش هتقول لي مين البنت اللي خرجت دي؟ من فضلك ما تقوليش البنت. الخاين. ليه خبيتي عني طول المبتعدي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو لازم اعرف ايه السر اللي بينك وبينها. انت ما كنتش هتقولي. هتقولي مين؟ سهام ارجوكي سيبيني دلوقتي. سيبيني يا صبا. ما دام فتحي عبدك وبتحبيه خلاص. انا اعرف ايه اللي اعمله مع البنت دي. هشنكلها خطة جهنمية. خليناكي بعافية بقى. برضه ده اسمه كلام. امال احنا قلنا نسيب بيتكم ونيجي هنا في مصر الجديدة في بيتي ليه؟ مش عشان نغير المناظر والجو ونبتعد عن اللي هنشنكلهم لحد ما تحصل الشنكلة. انا مش وعدتك خلاص، بس لازم تقومي تفطري وتضحكي وتفرفشي. بلاش ايديا كتير. الا انت سمعت مجاهد عمل ايه؟ قال من كتر حبه في الحشرات قال اخترع مصر لو حقن بيه الحشرة من دول ما يأثرش فيها لا جاز ولا فليت ولا نفتالين ولا حاجة أبدا. أيوه عادي، خليكي كده لحد ما هي دي مشيئة محمد أفندي فتحي؟ ايوه. هو موجود؟ لا لسه ما جاش. حضرتك متأكد؟ مين يا ابراهيم؟ واحد افندي عاوز فتحي بيه. يا ست هانم، انا شاكر بيه سكرتير عام البنك الموظف فيه فتحي افندي.
تسمع حضرتك بكلمتين؟ ايوه يا فندم، حاضر. لا حضرتك تفضل. اتفضل. ما يمكنش حضرتك تفضل. اتفضل. الشقة دي بخشها شمس. بعد الظهر بس. لازم أقول ترخيصة. مسكين فتح فندي، ما يجي شوية. حضرتك تعرفي إنه يجي 15 جنيه بس. ازاي ما اعرفش؟ وكمان ماليش أمل في الترقية. يعني قدامه 4-5 سنين لحد ما نزوده نص جنيه بس. طب ومال فتحي؟ لا أنا بس بلفت نظر حضرتك. وهم دول الكلمتين اللي كنت حضرتك عاوز تقولهم؟ لا، دي غاية مقدمة كان لابد منها. فتح فندي أصبح غير فتحي بتاع زمان، دائما في حالة تسيال، يجمع اللي يطرحه ويطرح اللي يجمعه. وتعرفي ده كله سببه إيه؟ سببه حضرتك. أنا؟ أيوه، هو نفسه قال لي كل حاجة. قال لك إيه؟ قال لي إن حضرتك تبقي يعني تبقي صديقته. إيه؟ صديقته؟ عايز أقول خطيبته. بالذمة قال لك إني خطيبته؟ يا هانم، حتى من غير ما يقول لي أنا فهمت كل حاجة. حاكم أنا أفهمها وهي طايرة. ده أنت فاهم الحكاية. طب وعاوز إيه بقى مني؟ أنا في غاية الأسف إني هقول لحضرتك الكلام اللي هقوله ده. اتفضل. فتحي صعبان عليا، وطبعا صعبان على حضرتك. مؤكد. عشان كده أنا جاي أكلمك في مسألة الصعبان دي. ما يمكنش يا هانم إن الشخص يبقى مشغول بقلبه وعمله في آن واحد. حضرتك لازم فاهمة قصدي. فهمت. إذا كنت صاحب بتحبيه ضروري يهمك مستقبله. لازم تضحي، لازم تصبري وتستحملي. تعرفي أنا جبت لك زهرة كاميليا ده ليه؟ مخصوص عشان أفكرك. خليكي زي مارغريت جوتيه ذات الكاميليا. شوف إزاي ضحت عشان حبيبها أرمان. تعرف إنك راجل سيمباتيك، دمك خفيف شربات. ما فيش شربات ولا حاجة. أنا رجل أعمال، رجل قاسي، رجل شديد. تاخدي كام حضرتك جوتيه فتحي؟ أخد 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ سبحان الله في طبع حضرتك. وبتقولي إنك بتحبيه؟ ما هو مني بحبه بطلب 1000 جنيه. فتحي يستاهل مش 1000. طيب كنتي خلينا نتفاهم. علشان خاطر فتحي حديكي 500 جنيه، ثم حضرتك بكره تلاقي غيره. يستحيل اعوضه. فكرك ممكن حد يحل محله؟ يا هانم، العيون الجميلة دي، البق الحلو ده، البشرة السمراء المشبعة بالحمار دي، تلاقي بداية الواحد 40 ناقصك الغنى. ليه تحبسي نفسك في شقة زي دي ما فيهاش لا شمس ولا خدم ولا حشم؟ شوفوا وشك اصفر ازاي. انت خلقتي عشان تعيشي في السرايا في الفيلا، ما خلقتيش شقة زي دي وعشتي الفقر اللي انت فيها. هديكي 500 جنيه. انا قلت لك 1000. 1000 كتير قوي يا هانم. 1000. ميرسي شريف، انت عظيم، دمك شربات. ما فيش شربات ولا حاجة، أنا رجل أعمال. اكتبهم باسمي. اسمي سهام ساهر.
يا آنسة سهام ساهر، أنا أثق في كلامي. احلفي لي بشرفك إنك هتسيبي فتحي ولا تشوفيش شيء أبدا. ما اقدرش احلف. 1000 جنيه احلفي. فتحي، انا هحلف عشان انقذك واخلصك من اللي انت فيه. احلف. اتفضلي. هاي سعيد من بعض. انت لسه هنا؟ اجمل بشرى، انتصار على طول الخط. العدو سلم سلاحه جري. خطتي الجهنمية نجحت تمام. مش قلت لك هشنكل البنت؟ شنكلتها خلاص. انت لازم بقى تفرفشي، كلها كام يوم. الله، انت لسه بقول لك البنت خلاص لمت حالها ومحتلها، قالت يا فتيك. عاوزه ايه بقى حضرتك؟ انت مش فاهمني. هو اللي مزعلني مش مجرد وجودها عنده، اللي مزعلني خيانته ليا. اي خيانه؟ الو، مين؟ فتحي افندي؟ انا شاكر بيه. لسه قدامك كتير؟ لا يا فندم، انا في اخر ورقه. فارم عليك، تقدر تروح دلوقتي. ميرسي يا ابو الهمم، انت يا بطل. تأخرت ليه النهارده؟ ادوني شغل زياده في البنك. في البنك؟ امال فين يعني؟ اما حصل النهارده. ايدك. ايه صحيح؟ اسمع يا سيدي، نادية، يا نادية اسعفيني. في ايه مالك؟ انقذيني، خلاصي في ايدك. انا اتشنكلت. فتحي هنا. وجهلي مسألة خطيرة، ما تفهمش قصدي. افتكر اني عايز اخد البنت منه. حد يظن فيا كده يا نادية؟ انا وش كده؟ تعالي بس وياي، كلمة واحدة تقوليها لي، فهميه حسن نيتي. هو فين؟ في مكتبي. طيب انا هقابله. عفارم، يلا بينا. لا خليك انت هنا. تقابليه لوحدك؟ ايوه. دي العفاريت بتتنطط من عينيه. ما تخافش عليا. طيب اذا حصل حاجة انا هنا. افندم، احنا لوحدنا دلوقتي، اقدر اتكلم بحريه؟ اتفضل. انت بتحبيني؟ ابدا. بتحبيني؟ انت ما تستاهلش تتحب. ليه؟ وبتضحك؟ ايوه، على سوء ظنك. سوء ظني ولا خيانتك؟ انا عمري ما كنت خايف. والست اللي كانت عندك؟ اتكلم. مش قادر. لانك بتحبها. معلوم بحبها. بتحبها؟ حد ما يحبش اخته؟ سهام اختك؟
وانت حبيبتي. ماما ماما ماما. في ايه؟ اسأله. عملت ايه؟ طلبت ايدها ووافقت. سعادة البيه عنده مانع؟ انا لا ابدا، بالعكس. انما ايه؟ لازم ناخد موافقة الباشا. برضه البركة في سعادتك. ايوه، انا ما عنديش مانع. وصحيح انا ماما، لكن بابا اقدر اقابل الباشا؟ يا ريته كان هنا، كنا خلصنا. امال هو فين؟ في العزبة. يا خسارة. ما تخافش، انا هكلمه في التليفون حالا واقول له. تقول له ايه؟ مالكيش دعوة حضرتك. اللخبطه من ابوك مش مني. نكلمه في التليفون ونفهمه كويس ان عندنا مساله مهمه هنرتبط فيها بمواعيد، ومأكد لي اللي هكون هنا للظهر. ايه اللي هعمله بقى؟ ونتيجة اللخبطة بتاعتك دي قلت الفتحي يجي هنا الساعة 7 عشان نقدمه لبابا. ونتيجة اللخبطة بتاعت بابا ان الساعة بقت الساعة 10 وحضرته لسه ما جاش. وزمان فتحي جاي دلوقتي. ومين عارف سعادة ابوكي هيشرط امتى؟ ولما يشرط ينده للمزين
يحلق له دقنه ويقص له شعره ويشرب له فنجانين 3 قهوه، ولما نحكي له الحكايه ونشرح له المساله ضروري عارض زي عوايده لحد ما نقنعه ونترجاه. المساله مش بالسهوله اللي فاكراها حضرتك وحضرة فتحي بتاعك. وخرج وخرج زعلان. وده كله نتيجة اللخبطة بتاعتك. لسه برضه بتقولي اللخبطه بتاعتي؟ سبحان الله. سبحان الله في طبع حضرتك انت. سعاده الباشا. اهلا اهلا. ايه اللي جرى؟ لا بس تاخيرك وغشنا. لا انت مش مأكد لي انك هتكون هنا قبل الظهر. وايه اللي اخرك؟ اللي اخرني ان بعد غياب اسبوع عن نديتي العزيزه ما كانش لازم اجيلها وايدي فاضيه. جبت لك هديه. هي ايه؟ عريس. عريس ايه يا راجل انت؟ عريس ما تحلمش بيه. بتشاوروا لبعض ليه؟ لا ما فيش مشاورات ولا حاجه، عباره بسيطه جدا. واحد فيه عايز طيب ناديه عندها كلام كتير بدها تقوله لك. خش جوه. سبحان الله في طبع حضرتك، انت كل شغلك كده لخبطه في لخبطه. ليه؟ انا جيت في الميعاد الساعه. وكان ضروري تيجي في الميعاد. الانسان في الاحوال اللي زي دي لازم يجي متاخر ساعه ساعتين 3، مش يجي في الميعاد بالظبط. دي اسمها امور لخبطه. انت عاوز تلخبط الدنيا. اسمع، انت تاخد بعضك وتروح تتفسح عندي ساعه وتيجي تاني. انا مش فاهم. بالعربي الباشا اللي انت جاي عشان تقابله لسه ما جاش. اظن جه. انا بقول لك لسه ما جاش. لا جه. انت بتكذب لي؟ لا انما جه. لا جاش. جه. ما جاش. مش عايزة اتجوز. بس اسمعي. مش عايزة اتجوز. يا حبيبتي. مش عايزة اتجوز. بس احلمي عليا. مش عايزة اتجوز. انا ما يهمنيش الغنى. انا ما بقولكيش ان العريس ضروري يكون غني، بالعكس اللي يهمني الاخلاق. انا مش هعيش لك طول العمر، فاحب اطمن عليكي قبل ما اموت، وعشان كده احب يكون عريسك راجل يحافظ عليكي. كل الصفات دي موجودة في اللي بقولك عليه. صحيح ما عنده الثروة. طيب لما يكون عندنا واحد فيه كل الصفات الكويسة وزيادة على كده من بيت مجد وغني وابوه. مش عايزة اتجوز. انا مش بجبرك انك تتجوزيه، شوفيه بس. طب ما تشوف انت كمان اللي اختاروا لي ماما. لكن اللي اخترته انا زمان وجاي دلوقتي، قبليه وشوفيه. عن اذن سعادتك. الله 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 الله. اهو ده. اتفضل يا فتحي بيه، اعرفك ببابا. تعرفيه ببابا؟ يا عبيطة، ما هو ده العريس اللي انا اخترته لك. ازاي؟ امال انا اتاخرت ليه النهارده؟ فتحي قبلك؟ ايوه، جاني مع ابوه في العزبه النهارده وطلعنا معرفه، ودي احنا رجعنا كلنا سوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا. اهلا يا بابا، اقدم لك نادية هانم. أهلا وحتكون نادية على العيلة إن شاء الله. أهلا بعروستنا الحلوة. سعادة البيت، اسمح لي اقدم لك والدي رضوان باشا. والدك كده خط لزق. شاكر بيه، خال نادية هانم ورئيسي في البنك. تشرفنا يا شاكر. العفو. سبحان الله يا سعادة الباشا، أنا أحب ابنك فتحي ده لله في لله. من يوم ما توظف عندنا في البنك قلت الجدع ده ضروري أصله كويس. العفو. وكانت معاملتي له معاملة ممتازة. أنا نظرتي ما تقعش الأرض أبدا. أنا مبسوط جدا. ولو إني نادية راح تروح مني، لكن ماما ايه اللي جاب حضرتك؟ ازاي تسمحي لنفسك وتيجي هنا؟ فين وعدك ليا؟
فين حلفانك؟ فين هم؟ هما فين؟ اسألي نفسك. انت مش وعدتيني فين العروسة والعريس؟ عاوزة اشوفهم. يا حضرة الآنسة، دخولك دلوقتي هيسبب مأساة هائلة، كارثة. أنا مستعد. من فضلك فين العروسة؟ اتشنكلناها كلنا. وانت يا سي فتحي ارتحت خلاص؟ ألف مبروك يا اخويا. تعالى تعالى كده شوية عيال يلعبوا بيك. مين اللي يكسر؟ هات البيت. اسمح لي اقدم لك سهام اختي. إذا اسمحوا لي أخبركم كلكم. حاسب جوزها وراك. حمدي اهو ده شاكر بيه اللي اداني ال1000 جنيه. تشرفنا. إنما ما تنساش يا بيه إن ده نتيجة خطتي. خطتي الجهنمية. ابدا، الفضل مش لك، الفضل للحب. إذا يحيى الحب. يا قرآن